اكيد ميته من التعب زيي، صح؟ والله كان يوم متعب جدا. هو رفعت مشي؟ اهو غار في 60 داهيه، اعتبريها بقى صفحه واتقفلت. بذمتك ما كانش ليكي نفس تشوفيه وهو ماشي راسه مدلدله في وسط الموظفين؟ لا والله انا ما بحبش اشمت في حد، انت تعرف عني كده. اكيد لا، بس باللي عمله ده يستاهل الشماته. والله هو دفع بقى ثمن اللي عمله، وعشان يبقى عبره لاي حد في الشركه دي. لما نشوف. بقول لك ايه، عايزك تاخدي اجازه وتروحي تريحي بقى، بس قبل ما تعملي كده عايزك تجمعي لي الموظفين في الكريتيف روم علشان نفهمهم ان المشكله خلصت. حاضر. هطلع المكتب وانزل لك. اتفضل. بعد اذنك جمعي لي كل الناس في الكريتيف روم. حاضر. بعد اذنك. حاضر. انا هطير. ايه، في الشكر الاخوه الصغير اللي خلاه شعرك حلو قدام ملك؟ لا مفيش. ده العشم برضه. سلام. ايه؟ مش ممكن تكوني متضايقة كده يعني بسبب اللي حصل؟ أكيد في حاجة تانية. لا مفيش. سامح شك فيكي ولا إيه؟ انت عرفت منين؟ من غير ما أعرف، سهل قوي يبان على وشك يعني اللي أنت عايزة تخبيه. شيرين، انت مش عايزه تقولي لي اي حاجه بعد اللي حصل معايا؟ انا ما بحبش اتكلم في الشركه وانت عارف كده كويس. هو ده كل اللي همك؟ مش همك اني اترفدت من الشغل ومحتاج اسمع منك اي حاجه؟ طيب خالد، امشي دلوقتي وهنبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. همشي. انت ايه اللي موقفك هنا؟ هو انا واقفه هنا ولا ايه؟ تستعبطي؟ ايه ده مسدس؟ انت اتجننتي يا ريهام؟ هي حصلت المسدس؟ حصلت. هقتلها لك بقى عشان ترتاح. انا مش هرتاح غير لما انت تموتي. انزلي انزلي. مش هنزل. انزلي. اركبي اركبي. جماعه مبروك، انا عايزه اقول لكم ان المشكله اللي حصلت دي انتهت وعدت على خير. بعد اذنكم كل اللي بطلبه منكم انكم تنسوا اللي حصل ده خالص، كانه ما حصلش وكانه يوم جديد. التسريبات اللي طلعت للشركات التانيه. جماعه مش عايزه حد يشغل باله بالحاجات دي، كل اللي انا بطلبه اننا نركز في شغلنا عشان نعوض اليوم اللي حصل ده، وان شاء الله كل اللي جاي هيبقى احسن. يعني هنفضل شغالين على المشاريع اللي احنا شغالين عليها؟ هنفضل شغالين عليها. هو زياد فين؟